الفيديو عندك حلو، الفيديو جميل جدا. وكم يسر أتى من بعد عسر، 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 ففرج كربة القلب الشجي. احنا اسفين يا اخ اتش، لا مؤاخذة. هلو، النهارده كام؟ النهارده 21/10، الساعة دلوقتي 11 مساء، وخلاص يعني فاضل 7 ايام بس. 7 ولا 6؟ 6 ايام على امتحان. لا خلاص النهارده خلص، يعني فاضل 6 ايام بس على امتحان النساء، ويعني الايام بتجري، يعني مش عارف ايه السرعة دي. وطبعا طول الفترة اللي فاتت يعني المذاكرة دسمة مع النساء، يعني مفيش أسهل من كده. ولكن يعني طول ما انا بذاكر كنت عمال اتعرض لصور اجنه في بطون امهاتهم يعني، ودايما كنت عمال اتامل في حاجه عميقه، ازاي ان الانسان الضعيف ده اللي لا حول له ولا قوه، اللي كل الغذاء وكل كل حاجه بتوصل له، الاكسجين، الغذاء، كل حاجه بتوصل له عن طريق هذا الحبل. حياته داخل رحم امه، وحياته فيما بعد لما يكون طفل ولما يكون شاب ولما يكبر ويبقى يعني يمر بمرحلة الشيخوخة ومن ثم الوفاة. كل الرحلة دي كلها متعلقة بهذا الحبل السري اللي بيوصل للطفل هذا الغذاء. فيعني سبحان الله، الإنسان ده ضعيف جدا. فالإنسان ده سيد الضعيف ده هيجي في يوم من الأيام يتكبر ويتجبر ويعيد في الأرض فسادا، ويعتقد ان كل حاجة هي في ملكه. العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيه هيعتقد انه لا، يعني دي حاجة انا اللي حصلتها. او المال، انا غني، انا قوي، انا بقدر اتحكم في كل حاجة، انا طول الوقت شاغل بالي بمآلات الامور، يا ترى الحاجة الفلانية هتمشي زي ما انا عايز ولا مش تمشي. عمال بفكر وبتشبث ومتخيل ان انا بتحكم، ولكن في الحقيقة احنا اضعف مما نتصور، واضعف من حاجة تكون في ملكنا يعني. فدي فكرة كده ايه، كنت عمال افكر فيها، لانه مرتبطة طبعا بالفكرة اللي كنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات. لانه فعلا يعني مع التجربة نجاة الانسان في تسليمه. طول ما الانسان بيتشبث يعني بجد النتيجة مش بتكون احسن حاجة. فالنجاة فعلا في ان الانسان يسلم امره ربنا سبحانه وتعالى، ويسيب قدر الله انه يسير كما هو. فبس يعني دي خاطرة كده غير مرتبة، حبيت ان انا اشاركها. بس اعمل كده زي الموبايل يعني؟ لا امال ايه؟ تربو جدا كده. اقوم قافلها كده زي الجو الروش ده. ما هو بص هقول لك حاجه، لو انا عايز بقى هنقل على كادر تاني، يعني كادر تاني مثلا، يبقى انا هقفل مثلا كده، فقلبت على بلاك سكرين. في كادر تاني بقى اقوم مبتدي بقى الكادر كده، فاقوم نايل عامل ترانزيشن كده ايه خطيره يعني. بس مش عايز تقول حاجه اتش؟ مش عايز تقول حاجه اتش بجد يا عم؟ تقول حاجه يا عم، كفايه كده. المايك قرر ينطفي، معرفش ليه. انا مش قافله كويس، ماشي اوكي. نزلت فين بقى؟ بس بقى الفتحه بتاعته الجديده. بص ده الاختراع بقى، ده اختراع بجد. بيفتح ازاي عمور؟ بيفتح كده. ده بالنسبه لي اختراع لا يوصف حقيقي يعني. انا من زمان نفسي حاجه زي كده يعني. انا عشان انا فعلا حته ان انا ابعد عن السوشيال ميديا، استخدمها بس في نطاق الشغل بتاعي. الموضوع بالنسبه لي صعب ان انا عايز حاجه يعني مثلا انا بروح لما بحتاج نت بروح ورك سبيس، بحمل محاضراتي، برفع مثلا فيديوهاتي مش عارف ايه. ولكن في الحياه العاديه بقى بتحتاج ساعات واتساب مش عارف ايه. فانا عايز حاجه زي كده. ده في واتساب، البتاع ده في واتساب. انا ده موبايلي الاساسي الفتره دي كمحاوله ايه
للديجيتال مينيماليزم. فايه بقى قصه البتاع ده؟ بص، هو الفكره ان هو يعني اولا شركته عظيمه جدا يعني. يعني في معظم الحاجات اللي انت بتبقى محتاجها. يعني انا مثلا بسمع ريكوردات مثلا كتير مثلا وانا ماشي. موضوع برضو التصوير فيه مش وحش. واو كم؟ يا عم في نايس يعني. ثانية الله، بجد الله. كده فيديو؟ لا او فيديو. ماشي، اوكي، امسك الفيديو. هو مش عارف هيبان كده في الكاميرا ولا لا، بس انا ايه بجد ظريف جدا جدا. قلت لي ده مش موجود منه في مصر صح؟ ممكن ترجع كده وتطلع تاني. ممكن يفتح يوتيوب؟ يفتح كل حاجه وعلى حسب. انا هبحث عنه ان شاء الله. حتى يعني ابسط حاجه اشوف حد مثلا جاي من بره مصر خير يا عم، ما بلاش عليك الله. حقيقة امور والله. عندي واحد تاني بص مش راضي يفوكس بس اتصورنا دي صورة من كام يوم. جامد. اوكي بس صباح الفل. الساعة دلوقتي 9 والنهارده 28/10. امتحان النسا كمان شويه، امتحان الورقه الاولى في ماده النسا. سيبنا ولا ايه يا عم؟ عشان نمتحن معاك حقيقي عايز يلا. انا زيك جوه كمان مش فاهم. الشباب اللي هيمتحنوا معايا نسا كمان شويه. بصراحه ده الامتحان المنتظر وشويه. يعني كنت بفكر كتير قوي في الامتحان ده. واكتر امتحان بذلت له مجهود. انا في العادي ما بفطرش امتحانات، دي طبيعتي. بخش رايق جدا جدا، بس مش عارف الامتحان ده تحديدا شويه بفكر فيه كتير. بس يعني بحاول افكر نفسي بانه اتبسط باللحظه، وحتى لو كان فيها شويه توتر او فيها شويه تشالنجز يعني. في الموضوع ده عشان احنا بنبقى ضامنين ان احنا هنعيش اللحظه اللي بعد كده، بيبقى عندنا ضمان او معتقدين ده. فده بيقلل من فكره ان احنا ايه نتبسط باللحظه الحاليه، عشان احنا ضامنين ان احنا هنعيش اللحظه اللي بعد كده. في جمله فجه شويه بتتقال بشوفها مكتوبه على التكاتك والعربيات، اللي هو انت شايل هم بكره ليه؟ ما يمكن ربنا ياخدك. يعني هي جمله فجه شويه بس والله بجد بتعبر. اللي هو يعني اصلا انا مش ضامن ان انا عايش للحظه اللي بعد كده، فخلاص ما اعيش اللحظه اللي انا فيها دلوقتي يعني. فبس يعني هتوكل على الله وان شاء الله ربنا هيسدد خطانا ونكون موفقين يعني ان شاء الله. معاك وايبس؟ هنا ولا هنا؟ ولا هنا ولا هنا. المكان مازال زي ما هو، الخشبتين اللي كنا قاعدين عليهم بعد امتحان الأطفال لما ابتدينا مذاكرة نسا من 12 يوم تحديدا 13 يوم. ودلوقتي اهوت بنتفرج على المنظر الجميل ده. ما زالت الأجواء شاعرية ورومانسية زي ما هي. مش عارف بقى الموبايل كده، مش عارف الموبايل كده ايه جايبه ولا لأ، بس أنا هحاول أمسكه بشكل ظريف. كنت عايز بقى ايه اقول ايه النهارده كان امتحان الورقه الاولى في النساء اللي هو الجزء الخاص بالتوليد. والحمد لله يعني الامتحان برغم ان ده كان اكتر امتحان انا عمال افكر فيه وعمال اخطط له، اكتر ماده بذلت فيها مجهود عشان اذاكرها، والحمد لله يعني اللي تخاف منه ما يجيش اسهل منه زي ما بيقولوا كده. الحمد لله الامتحان كان كويس جدا وانا ساتيسفايد جدا جدا. ففاضل بقى ايه الورقه الثانيه، الامتحان بقى الجزء الخاص بالنساء كمان 6 ايام. المهم يعني ان في فكره كده انا عايز اشاركها متعلقه بفكره تاجيل المشاعر، انه احيانا الانسان محتاج ياجل المشاعر السلبيه، ياجل ان هو يفكر فيها او ان هو حتى يحللها. انا في نص الفتره بتاعت اللي انا عمال اذاكر فيها الامتحان بتاع النهارده، الفتره دي كان مدتها بتاعت 13 يوم.
جيت في النص كده خستعت شويه وقصرت يوم ولا يومين، وحسيت بقى ان انا جوايا رغبه ان انا ايه اجلد ذاتي بقى واقول لنفسي كلام صراحه مش كلام سلبي وكده يعني. فبعدين قلت طب ما تهدى على نفسك شويه كده ونشوف احنا راينا ايه في الكلام ده بعد ايه، بعد ما اخلص فتره المذاكره اللي هو ليله الامتحان. ليه بقول ليله الامتحان مش بعد الامتحان؟ لان لو خدت يعني تصور من بعد الامتحان ده هيكون شيء غير حيادي وغير موضوعي تماما، لانه الامتحان مثلا كان حلو فابدا اقول لا ده انا ساتسفايد جدا. لو الامتحان مش حلو لا ده انا خستعت بقى وابدا اجلد ذاتي والموضوع يبقى غير حيادي. فانا هحكم على الفتره كلها، الفتره اللي انا ذاكرت فيها ليله الامتحان بقى، بعد ما اكون خلاص ايه بذلت المجهود اللي عليا وخلاص يعني انا مفيش حاجه انا ممكن اعملها تاني. فبالفعل انسى، فكك من المشاعر السلبيه دي، اقعد خلص اللي وراك. وبالفعل يعني وامبارح صراحه خلاص بعد ما عملت كل ما يمكن ان انا اقدر اعمله خلاص يعني حسيت نفسي ساتسفايد جدا جدا والحمد لله الامتحان جاي كويس يعني. فاحيانا الانسان محتاج ان هو ياجل المشاعر السلبيه، المشاعر اللي ممكن تعكنن عليه. مش بتكلم عن المشاعر الاكزاجريتد، لان المشاعر لو كانت اكزاجريتد للدرجه اللي هي تاثر على حياتك بشكل سلبي لا دي قصه تانية، دي محتاج تتعامل معاها بشكل مختلف تماما يعني. فبس يعني الحمد لله انا ساتسفايد جدا جدا ومبسوط انه كل فتره كده ايه في تشالنج بقى بيخلص، ومبسوط ان انا بتبسط بالرحله وبتعلم منها حاجات كتير والرحله بتعدي اهو يعني. خلاص فاضل شهر واسبوع يعني، الانسان ما كانش يتخيل ده. فبعد الفتره دي والمجهود اللي بذلناه اي ثينك ان احنا نستحق نتبسط بان احنا نشم هوا ونتبسط بجو شاعري ورومانسي زي ده. بس من بكره ان شاء الله طبعا هنبتدي نحضر الورقه الثانيه جزء الجاينا عشان الامتحان كمان 6 ايام يعني ان شاء الله. بس يعني الاجواء حلوه. هو تقريبا الكادر مقلوب. اتس اوكي.